أسرار وتكات السابليه بتاع المحلات. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة وكمان خطير. النهاردة بقى هقولك على أسرار تعملي بيها السابليه ويطلع خطير. هاتي دقيق فاخر يكون بتاع مخصص للكحك والبسكوت، وتكون عندي الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. عندي 500 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. بدأت إن أنا أضربها بالمضرب كويس جدا لحد ما توصل للقوام الكريمي اللي انتي شايفاه ده. وبعدين عندي 200 جرام من السكر، ظهروا 214 يا هبة، ده الطبق بتاعنا 14 جرام، والسكر البودر 200 جرام. يبقى أنا عندي سكر بودر 200 جرام، يعني كوباية من السكر البودر. وعندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، نزلت ببيضة بيضة ومعلقة صغيرة من الفانيليا. أول ما تختفي البيضة الأولانية بنزل على طول بالبيضة التانية. مقاديرنا مظبوطة وسهلة وبسيطة. عندي من 800 جرام من الدقيق، بتجيبيه مخصص للكحك والبسكوت او دقيق فاخر. بدأت ان انا انخله كويس جدا، وهنزل بالمقادير كلها هقلبها مع بعضيها. ما بحطش بيكنج باودر، ما بحطش خميرة، ما بحطش اي حاجة. انا هي دي المقادير بالظبط. اول ما الدقيق بيختفي تماما هي كده العجينة بتاعتي مظبوطة. هسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق، وهقسم العجينة لنصين، وهجيب جزء احط عليه معلقة من الكاكاو الخام، عشان عايزة اعمل واحدة بالشوكولاتة وواحدة بالفانيليا. دي الاشكال كلها اللي انا استخدمتها في تشكيل السابليه. بدأت ان انا اجيب كيس تلاجة وافرد العجينة بين كيسين تلاجة، وافردها كده بالنشابة، واقطع بالسابليه بالاشكال اللي انا وريتها لك في اول في الفيديو. حطي بقى على الصينية وشكلي وخلصي كل الكمية. بندخلها الفرن على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني، وبتاخد حوالي من 25 دقيقة ل 20 دقيقة ل 25 دقيقة. أول ما تلاقي خدت لون ذهبي بخرجها، أسيبها ترتاح خالص وتبرد، وبعد كده أبدأ أشكلها بالشوكولاتة بالمربى المتوفر عندك. سيحت الشوكولاتة على بخار مية مع معلقة زيت، وبدأت ان انا احشي الحشوة بتاعتي بالمربى بالشكل ده. التشكيل ده بتاعك انت، ومش عايزة اقولك بقى طعمه خطير قد ايه. هتنافسي المحلات بطعمه وبجد يجنن. حطي بقى وايت شوكليت، حطي دارك شوكليت، وقدميه وبألف هنا وعيد سعيد عليكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين.